صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لمصائب الزهراء هجرت المضجع يا وأذلت قلبي من جفوني أدمعا. أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزغراء ضربا موجعا. أوصى الإله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع يا الله ما فعلوا بآل نبيه. الله ما فعلوا بآل نبيهم فعلا له عرش الإله تضعضع يا أبدوا عداوتهم لها وعدوا على ميراثها فابتز منها أجمعا وضعت وراء الباب حملا لم قد آن لولا عصرها أن يوضع. قادوا والزغراء تعدوا خلفهم أخذوا عليا سلام الله عليه. قادوا والزغراء تعدوا خلفهم خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء يا تالي هل شجاني وزاد همي وهيج الغم وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي. يوم صاحت الزغرة خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد له. صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد له. سوى رد لها وروعها ولوعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي ساد. يا خلوا علي الكرار لتيتمون أولادي تبكي والعصا ولا تتلوى على يديه.
من كثر الضرب ما ظل حال الغول ظل حيل، لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل، غسل علي بيده وشيع ودفن بلي، وظل بس يسجب العبرة وبس يتلهف عليها، أنا مناد وفاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من المصائب التي جرت على الزهراء عليه السلام غصب فدك. ما هي فدك؟ وكيف انتقلت إلى الزهراء؟ وما هي الوسائل التي اتخذتها الزهراء في الاحتجاج عليهم؟ أولا، ما هي فداك؟ هي قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل 3، وكتب البعض أنها تبعد عن المدينة 140 كيلومتر. فيها عين فوارة، فيها نخل كثير، كانت تعد مركزا مهما لليهود بعد خيبر. صلوا على محمد وآل محمد. نعم. كيف انتقلت هذه الأرض إلى الزهراء؟ يذكر بعدما انتصر المسلمون في خيبر ذلك الانتصار العظيم، هذا الانتصار أدخل الرعب في قلوب يهود فدك. انتصار ما كان بسيط، ما كان انتصار عادي، يعني كان انتصار عظيم. مثلا احنا ما نريد نحول موضوعنا إلى خيبر، لكن الشيء بالشيء يذكر. أذكر لك جملة واحدة، يذكر بأن أمير المؤمنين عندما اقتلع باب خيبر تترس به، وبعدما تترس به دحاه أي زجه في الهواء. بهالمقدار هالجملة تكفي. فخافوا قلوب يهود فدك، أرسلوا إلى النبي يريدوا أن يصالحوه على أن يعطوه نصف فدك، وبالفعل فانتقلت الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعطوه نصف فدك. زين، الآن لما انتقلت إلى الرسول من أي أنواع الأراضي؟ أنفال من الغنائم، ما يصلح حال الفتح، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتصرف فيها كيف يحب كيف يشاء. فهي من أي قسم؟ من قسم الأنفال. في مضمون الآية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. انتقلت إلى من الآن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نزلت الآية وآت ذا القربى حقه. النبي يستفسر من جبرائيل شو المقصود؟ مجموع القربى ذوي القربى مجموع لواحد. أنت تعرف بأن القرآن يا مؤمن يأتي بصيغة الجمع، والمقصود ماذا؟ المقصود فرد، المقصود شخص واحد. يأتي بصيغة الجمع والمقصود مفرد. الرسول يستفسر من جبرائيل هل هو المقصود الجمع أم واحد أم هو فرد واحد؟ قال له إن الله يأمرك أن تعطي فدكا بلغة لفاطمة عوضا عما أنفقته أمها في سبيل الله. تعرف ايش قد كانت أموال خديجة؟ أموال خديجة سلام الله عليه ما من بيت في مكة إلا وكان يضارب بأموال خديجة، كثر أموال خديجة. وإذا بعد هالأموال وهالشخصية تنتقل مع رسول الله في ذلك التواضع وذلك التقشف وذلك الزهد. انتقلت إلى الزهراء، غصبت من الزهراء. هنا كلام طويل، يعني ما هي الأسباب؟ ما هو موقف أمير المؤمنين؟ ما هو موقف أمير المؤمنين لما استلم الخلافة؟ ما هو موقف الأئمة من خلال الاتجاه أمام الخلفاء الذين أرادوا أن يرجعوها؟ لأنها ما غصبت مرة واحدة، غصبت وردت، غصبت وردت، غصبت وردت، وهكذا إلى أن تدهور وضعها. أنت تعرف هذه الأرض يدهور وضعها بعد، تغصب وترد، تغصب وترد، وردت إلى من؟ هذه كلها أسئلة، كل هذا الموضوع مترابط مع بعضه، لكن المجال بعد ما يسع. احنا نريد لكن نتطرق إلى الوسائل اللي اتخذتها الزهراء عليها السلام. شنو اتخذت؟ الوسيلة الأولى اتخذتها الزهراء مسألة النحلة. الزهراء قال النحلة يعني شنو معنى في اللغة؟ المعنى النحلة معناها العطية، أنحله أعطاه. زين، الزهراء قالت إليهم هذه نحلة من أبي أنحلنيها أبي صلى الله عليه وآله، هذه عطية من أبو يا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الوسيلة الأولى، هذه طبعا ردت، هذه وسيلة أولى ردت، عطية من رسول الله ردت. مسألة الثانية مسألة اليد. مسألة اليد، أنت تعرف بأن اليد أمارة على الملكية لولا؟ أمارة يعني علامة. إنسان ساكن في مكان، ساكن في بيت، ما يملك لا صك ولا يملك أي شيء رسمي، جاء شخص آخر قال هذا البيت مو إله، خليه يجيب صك وإلا يخرج. هذا كلام صحيح؟ لا، سكنه أمارة على ملكيته له حتى لو ما يملك صك. زين، أجل كيف نثبت؟ إلا إذا هذا المدعي جاب البينة، هذا شيء آخر، مو البينة على من هو ساكن في هذا البيت ويتصرف. أنت تشوفه يتصرف في عدة سنوات وساكننه، تجي تقول لي إذا ما تثبت إلي تطلع، أنت اللي تثبت مو اللي يثبت. لأنهم كما يذكر اليد أمارة على الملكية، اليد حجة أمارة، تصرفه أمارة على ملكيته له. ما نريد أن نوصل لذلك البينة على من ادعى. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الزهراء كانت فدك تحت تصرف الزهراء 6 سنوات. فالمفترض أن يطالبوا، من يطالب بالشهود؟ الزهراء تطالبهم بالشهود، لا هم يطالبون الزهراء. هم يطالبون الزهراء بأن تجيب شهود بأن هذا فدك إليك وأنه من رسول الله صلى الله عليه وآله أو إليك. على كل حال جاءوا الشهود علي والحسن والحسين وأئمة سلام الله عليهم. قالوا بأن الحسن والحسين فرع، وشهادة الفرع إلى الأصل لا تجوز، وهنا كلام ورد عليهم. هنا أيضا كلام في هذه النقطة، متى شهادة الفرع والأصل لا تجوز؟
شهادة فرع إلى الأصل لا تجوز إذا كانت محل تهمة، محل ريبة، محل شك. وهنا يوجد تفصيل في الرد على هذه الجملة أيضا. على كل حال جملة أن الحسن والحسين فرع وشهادة الفرع للأصل لا تجوز. وعلي سلام الله عليه قالوا علي يجر النار إلى قرصه، وأم أيمن امرأة عجمية لا تفقه ما تقول، بنظرهم أنهم كلهم لا يملكون، لا بأنهم ليس صادقون، في نظرهم بأنهم غير صادقين، غير صادقين. نعم. وهنا التفت يا مؤمن إلى مسألة مهمة جدا. إيه؟ لا تروح من بالك هالمسألة. طلب الشهود على الزهراء عبالك أمر عادي؟ طلب الشهود على أمر الزهراء تعدي على روح القرآن وتعدي على الروايات. أنا مو أحكي ذا الكلام من عندي، القرآن يثبت عصمة الزهرة وأنت تجيب شهود تقول لي أجيب شهود. الروايات تثبت عصمة الزهرة وأنت تجي تقول إلى الزهرة جيب شهود. إيه نعم. ليش؟ لأن ليش يا مولاي؟ أنت لابد أن تدرك هذه المسألة المهمة. أنت تأمر الآن، أنت تطلب شهود من شخص إلى شخص، أنت تطلب من عند شخص. ليش تطلب شهود؟ لأن الصدق في قلبك مو معزز اتجاهه. هذا اللولا لو كان معزز ما تطلب شهود. الآن واحد جاء وقال لك خبر، قال لك أمر، إذا هو 100% صادق طبقه، إذا هو 100% ما عندك شك خلاص. لكن إذا مو معزز الصدق في قلبك تقول له جيب شهود، جيب بينة. إذا جاب الشاهد وجاب البينة يتعزز الصدق أكثر، وكل ما جاب شاهد أكثر أدلة أكثر يتعزز الصدق أكثر وأكثر، حتى يحصل لك الإطمئنان بأنه لا شك ولا ريب بأنه صادق، وأنه لا يمكن أن يحتمل منه الكذب في هذا الكلام لأنه أتى بالبينة. زين، أنت إذا كانت الزهراء ماكو احتمال إلى الكذب فيها وحاشاها صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، إذا كان ما محتمل و100% ماكو وجه لطلب الشهود. هذا دليل على احتمالية الكذب من الزهراء، هم هكذا ينظرون إليها. طبعا هذا ظاهريا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلموا بأن الزهراء صادقة. يعلموا بأن الزهراء، وإلا احنا ما نستطيع نقول بأنهم كانوا يؤمنوا بأن الزهراء محتمل منها الصدق، محتمل منها الكذب. يعني في قرارة أنفسهم بأن الزهراء محتمل منها الكذب، يعرفوا هم أن الزهراء صادقة. لذلك احنا نقول إيمان مسلم، هل يجتمع إيمان مسلم مع قول أن الزهراء غير صادقة؟ واحد يجي يقول أن الزهراء غير صادقة، يجتمع إيمان مسلم مع قول أن الزهراء غير صادقة؟ وحاشا. هذا أيضا الكلام مو من عندي يا مؤمن، ما أجيب لك شيء من عندي أنا. ابن أبي الحديد يسأل استاذه يقول له هل في مضمون كلامه هل يعلمون بأن الزهراء صادقة؟ ليش ما أعطوه؟ قال وهل يجتمع إيمان مسلم مع قول الزهراء غير صادقة؟ فطلب الشهود أمر عظيم ينافي روح القرآن وروح مثل ذاك اللي أنكر على النبي البيع، جاء خزيمة ذو الشهادتين، جاء قال لي أنت ما حضرت في موضوع الرواية والقصة، ما حضرت، كيف شهدت؟ قال لنا نصدقك بما جئت به عن الله ولا نصدقك على هذا الإعراب الخبيث. على كل حال الوسيلة الثالثة التي اتخذتها الزهراء مسألة الإرث.
قالت له في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا. وهذا الكلام واضح ولعل الكل سمع به. لكن احنا نريد بعد الآيات شنو قالت الزهراء. قالت إلي أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم تقولون أن أهل ملة لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة. تقول لي الزهراء آيات الميراث عامة، تقول شنو خصصتوها بأي آية خصصتوها؟ زين شنو تقول للزهراء بعد؟ تقول لها أم تقولون أن أهل ملتين لا يتوارث. الله، ليش أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ ليش؟ لأن يا مؤمن الأبناء الكفرة ما يرثوا من الأب المسلم. الأبناء الكفرة ما يرثوا من الأب المسلم. الزهرة تقول لهم أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. آيات الميراث عامة، بماذا تخصصونها؟ قالوا نخصصها. بما تخصصها؟ في آية تخصص. قال لا. قالت لي شنو أجل؟ بماذا تخصصها؟ قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث. زين، مهما أتوا بأدلة فالحجة قائمة عليهم، أدلة واهية. نعم. انتبه هنا يا مؤمن، هنا مسألة لطيفة أيضا وعجيبة. يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث. العجيب المذاهب الإسلامية عندهم أن النبي ما يورث. النبي ما يورث. أجل شنو يورث؟ قالوا يورث علم، يورث حكمة. إيه؟ زين، إذا يورث علم وحكمة زين، نسلم بقولكم بأنه ما يورث. نسلم بقولكم جدلين بأنه ما يورث. يورث علم وورث حكمة. من ورث علمه وحكمته؟ ما يورث. وانتم تقولوا يورث علم وحكمة. من اللي ورث علمه وحكمته؟ النبي صلى الله عليه وآله. هل أوصى بتوريث هذا العلم وهذا الحكمة لما ورث إلى شخص من الأشخاص أيا كان؟ إذا ورث كما تقولون أنتم الآن وتقولون أنه يورث علم وحكمة، هل أفصح النبي بأنه قال ورثت فلانا علمي وحكمتي؟ لو ما قال. ومن اللي ورثها؟ واللي ورث العلم والحكمة ورثها إلى أبنائه أم لم يورثها؟ ما يورث. قلنا ما يورث، لكن يورث علم وحكمة. قلتوا وين العلم والحكمة؟ أنا مدينة العلم. في دعاء الندبة احنا نقرأ فقال له أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها. من وين؟ من بابها. من بابها. على كل حال، فالزهراء استخدمت وسيلة النحلة، وسيلة اليد، وسيلة الإرث. ردت الثلاث الوسائل. اليوم التالي جاءت إليه في مضمون الآية بسم الله الرحمن الرحيم. قالت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذوي القربى واليتامى والمساكين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل. تقول له الزهراء في مضمون ما جاء وفي مضمون الآية، تقول له سلام الله عليها إن اليتامى يتامانا والمساكين مساكيننا وابن السبيل منا وذكر اسم الله للبركة وسهم النبي وسهم ذوي القربى كله يعود لنا. فأعطينا من خمس الغنائم.
ومن موارد المسلمين. قال ما علمنا بأن الله يعطيكم، ما علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله يعطيكم بمثل هذا المقدار. من أراد منكم الزواج، من كان منكم جائعا أشبعناه، ومن كان منكم عريانا كسوناه، ومن أراد منكم أن يتزوج زوجناه. والباقي يعود بيت مال المسلمين. لذلك الزهراء غضبت الزهراء، يقول والله لا أدعون عليكم وفي كل صلاة أصليها. أنا ما أدري اللي تدعي عليه الزهراء ما هو حاله. إن الله ليغضب لغضبها ويرضى لرضاها، والزهرة غضبت له. لا نعم، تدبر، تبصر، تفهم. أين أهل البصيرة والدراية؟ أين أهل الوعي؟ واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي مشيد. ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن روحي، بعدي على المختار ما نشفت دموعي، طبلي ولطمني فوق خدت بمحجر العين. وين الونة؟ وين الدمعة؟ صح ونادي وفاطمة. لا تخجل، لا تستحي، بارك الله فيك، لا تحرم نفسك من الدمعة. وبالفعل لما استشهدت الزهراء سلام الله عليها، نعم، خرج إليهم أبو ذر، جمعوا المسلمون بيت رسول الله، قال لهم أيها الناس تفرقوا، لقد تأخر تشييع جثمان بيت رسول الله هذه العشية. ولما جن الليل خرج أمير المؤمنين لتشييعها وتجهيزها سلام الله عليها. اسمع زينب، اسمع زينب، عندك ون الله يا الله، زينب نايحة وتصيح يا لا يا لا تدفنون من البتولة تحت التراب، يظلم علي منزل يا داحي الباياب، الدنيا علينا مظلمة عقب الزكية، شالوا نعشها والنسا كلها يتباجوا، وزينب تنادي يا علي ريض على هون، ضلعين منها مكسرة يا ابويا تدرون، ضلعين منها مكسرة يا ابويا تدرون، وياما كلها قضتها بالعزية. سمعني صوتك ها. أنا مناد وفاطمة، وقام أمير المؤمنين بتجهيز الزهرة،
عندك ونة، على ما يبدو عندك ونة، لذلك أقرأ لك بهالطور. عندك ونة قوية على الزهراء، تتحمل أقرأ لك بهالطور. وهالأبيات المشجية، شعر أهل البيت علي كويل شي يقول؟ يلا أريدك تون وياي بهالطور. بارك الله فيك. بنت الرسول المصطفى بالليل دفناها، بنت الرسول المصطفى بالليل ظلماها ماتت شهيدة يا وسف بالليل دفناها، ماتت شهيدة يا وسف بالليل دفناها. بالون بنت الرسول المصطفى ظلماها ماتت شهيدة يا وسف بالليل دفناها، ماتت شهيدة يا وسف بالليل دفناها. ماتت شهيدة الزهراء، ماتت شهيدة والوصي غسلها بيدينا، مددها فوق المغتسل والدمعة في عينه، يبكي عليه وينتحب ما بطلونينا، وزينب والحسين وحسن وياي ينظروها، من مدد الزهراء عليه ون ساعدني واصبح يغسلها، شاهد العين معصبة والعصابة من حالها، شنو شاف؟ عاين السطر على الوجه، عاين السطر على الوجه وظل دمعتيه لها، عاين السطر على الوجه وظل دمعتيه لها. تأمل وعيونها قطعت دمع حين اللي سطروها، ظل يهمل العبرة علي من مدد الزاغرة، شاغد جسدها من تحل وعيونها حمرا، يا ولما وضع ايده لمس، شنو لمس؟ اضلاع متكسر، ممن متكسرة، والسبب قوم اللي جو بالباب عصروها، ظل يهمل العبرة علي، ظل يهمل العبرة علي، اعلى الوجه اعلى الوصي سود الفضا، اعلى الوصي سود الفضا، وبوجهه صار ظلام، بعد شاغد ضلوع مهشمام وضلع المهشم، ومصيوب من عدها الصدر وعليه أثر للدم،
مسود متنها من الضروب، مسود متنها من الضروب، بالصوت لوعوها. اي بعد ندخل الى عمق المصيبة. خلينا اكسر خاطرك بهالليلة. ايه غسلها كفنها علي وللونة يخفيها، وجاغ الحسين ويا الحسن وانكبوا عليها، وحنت ونت فاطمة وشبكت على ابنها، والأملاك ضجت معولة حين اللي شافوها. ايش قالوا الأملاك؟ الأملاك أمست معولة وتنادي يا حيدر شيل اليتامى يا علي أفجعنا هالمنظر، شيل اليتامى عن ضلع فاطمة المكس. يستاهل هالمقطع إعادة. الأملاك أمست معولة وتنادي يا حيدر شيل اليتامى عن ضلع فاطمة المكس. يا شيل اليتامى يا علي أفجعنا هالمنظر، شيل اليتامى عن ضلع فاطمة المكس، بالهون نحيهم ترى الأملاك بجوها. شقد المصاب عظيم، شقد المصاب كبير. انت تعلم يا مؤمن. خليني ادير بالك الى التفاتة مهمة في قضية الزهرة. وين؟ يقول الإمام سلام الله عليه، يقول صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاع. هكذا في مضمون كلامه. الإمام السجاد لما يوصف أمير المؤمنين يقول وأصبر الصابرين، في مضمون كلامه أصبر الصابرين أمير المؤمنين. نعم. أنا ما أدري لما دفن الزهراء لما فقد أمير المؤمنين الزهراء ايش قال للرسول؟ ايش قال للرسول؟ يقول لي قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. أصبر الصابرين. يقول صبرت. ليش يا أمير المؤمنين ما قلت صبرت لرسول الله؟ ترى ظلموها وصبرت. ليش قلت للرسول قل يا رسول الله عن صفيتك صبري؟ شقد هالالتفاتة مؤثرة. خليني أختم المجلس، ما أريد أطول عليك. احتجب أمير المؤمنين، يدخل عليه عمار يقول له تأمروننا بالصبر وأراك تصنع هكذا يا أمير المؤمنين؟ قال له نعم هذا صحيح. لما مددت لا، لكن لما مددت فاطمة في ساحة، لما وضعت فاطمة في ساحة المغتسل يقول رأيت ضلعا من أضلاعها مكسور. ايش قالت لزينب بلسان الحق؟ يا ابويا انت شفت ضلعين خلف الباب متكسرة، وانا باكر اشوف حسين بالخيل طحن صدره. كان انت شفت بالباب
شبوا نار خض الله نفسها النار في عاشور أشاهدها بوسط الخيار حرمة شلون أطفيها وانا عيوني على الأيتام وعندي عليل بالخيمة واشيل شلون متحيرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة وكان أمي بغير خمار لفت للباب يا حيدر وصار الباب ليه حجاب وانت تشوف وتتصبر أني في عاشر محرم ترضى بجفة ستار وانا بخدر موصوفة وتالي بايدي متسترة بعد والسوطين ضرب امي والرمينها متنيها نفسها الصوت يا حيدر يرد بكربلا ليها والأطفال والنسوان أشوفها يلتوي عليها إيه وانا بهالسوق تتحمل وانا بهالسوق تضربوني وتبقى متوني محمرة إيه خلينا بعد ناخذ إلى عمق الجرح في عمق الجرح ندخل إلى عمق المصيبة تقول زينب بلسان الحال ولو شفتين غرز مسمار بصدر أمي يا ابو السبطين باكر سغيم ومثلث أشوفه بقلب أخويا حسين وما يطلع وسف ولا أخذ من كبدة ثلثين سام مسموم ومثلث يطلع من خرز ظهره ولو أمي على التراب شفتها مكسرت الأضلاع أنا باكر أشوف حسين أخويا مرمي فوق القاع وعلى صدره تجول الخيل وجسمه توزع أوزاع ومنه مقطع الإيدين ولما يجري من نحره بيت الدعاء سلك الدعاء في شفاء مريضة ولو شفت على وجههم أثر من لطمة الأنذال باكر أني باكر أشوف حسين وعلى صدره أثر الانعايل جسمه ضربي بالحومة وراسه بعالي العسال وحسينه اللهم الزهر وبيها وبعليها وبنيها والسلام واستودع فيها شافي كل مريض هناك مريض محتاج إلى دعائكم فلا تقصروا بالدعاء إليها اللهم شافيها من شفائك وعافيها من بلائك بحق وليك وابن أولياك وعافيها من بلائك بحق وليك وابن أولياك العبد الصالح موسى جعفر سلام الله عليه شافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات شافيها وشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات فك كل أسير غير سوء علينا بحسن حالك يا كريم لا موتانا موت العلماء موت الشهداء موت المؤسسين نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات